السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين اللي وحشني ما بيسألوش. هنعمل لكم ايه النهاردة؟ هنعمل لكم سينابون. عندنا هنا 1.5 كيلو من الدقيق، عندنا سكر، معلقتين سكر كبار، وكيس خميرة. باكو خميرة هناخده كله، وعندنا معلقتين من السكر، معلقة من البيكنج باودر، برشة ملح، ومية سخنة للعجن، مية دافية. حطينا اللبن البودرة، عندنا معلقتين لبن بودرة. حطينا السكر مع الخميرة ونزلنا بيه كده. معانا كمان باكوين من الفانيليا، نزلنا بيهم على الدقيق مع اللبن البودر. وهنبدأ كده نعجن. بسم الله. عجنا العجينة، نريحها بقى شوية، وبعد كده نرجع نفردها ونقطعها. عندنا الزبدة والسكر والقرفة، عجناهم كده على بعضيهم. العجينة كده بعد ما خمرت هنفردها كده. المفروض كنا قسمناها نصين عشان كتير، 1.5 كيلو دقيق. الحاجة دي بقى زي ما انتي عايزة، الكميات دي بتاعتك انتي. انا عملته معاكم قبل كده بس فيديوهات قديمة بقى. فردنا العجينة كده، بس قسمتها نصين، وهننزل عليها بالخلطة اللي هي القرفة والسكر والزبدة. لما تعمليها ببعضيها كده، تعجنيها كده ببعضيها، بتبقى احسن من ان انت تقعدي ترشي سكر وتفردي الزبدة والكلام ده. هنلمها كده رول كده. المتمرة هي اللي بتعملها. هنقطعها بقى كده بالحجم اللي انت عايزاه، كبيرة بقى صغيرة، وهنحطها في الصينية ونسيبها تخمر كمان مرة. حطيها وضغطي عليها ضغطة بسيطة كده. هسيبها بقى تخمر ونوريها لكم بقى بعد ايه، بعد ما تخمر قبل ما ندخلها الفرن. هتلاقيها تضاعف حجمها. ده شكلها بعد ما خمرت. ندخلها بقى الفرن. ده بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله. شايفين تضاعف حجمها ازاي؟ هغطيها بقى واسيبها تبرد، ونروح نستيح الشوكولاتة على حمام مية. هحط عليها بس كده شوية من اللبن ومعلقة من الزيت عشان تديها لمعة. هسيبها بقى تسيح. خلاص كده السينابون برد والشوكولاتة سيحناها بالشكل ده. ممكن تعملي صوص جبنة براحتك لو بتحبيه. يا رب السينابون يكون عجبكم. متنسوناش في لايك وشير، فضلا وليس امرا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.